إذن أقول قول دلويه كذب عدو الله من باب اختلاف الرأي واختلاف الفتوى، أو من باب عدم الموافقة على فتوى تكفير معاوية، وهذا لا علاقة له بفتوى تكفير معاوية ولا علاقة له بكفر معاوية، ولا ينفي فتوى الحماني بكفر معاوية، لأنه لكل عالم فتواه ورأيه وما يستنبطه من فتوى وحكم من خلال الأدلة التي عنده. لأنه لكل عالم فتواه ورأيه وما يستنبطه من فتوى وحكم من خلال الأدلة التي عنده. إذن قول دلويه كذب عدو الله من باب اختلاف الرأي واختلاف الفتوى، أو من باب عدم الموافقة على فتوى تكفير معاوية، وهذا لا علاقة له بفتوى تكفير معاوية ولا علاقة له بكفر معاوية، ولا ينفي فتوى الحماني بكفر معاوية، لأنه لكل عالم فتواه ورأيه وما يستنبطه من فتوى وحكم من خلال الأدلة التي عنده. إذن قول دلويه كذب عدو الله يمثل رأي دلويه ووجهة نظره، يمثل رأي دلويه ووجهة نظر دلويه. إذن قول دلويه كذب عدو الله يمثل رأي دلويه ووجهة نظره، ولا علاقة له بفتوى الحماني بتكفير معاوية والتي نقلها الحماني نفسه. قول دلويه كذب عدو الله يمثل رأي دلويه ووجهة نظره، ولا علاقة له بفتوى الحماني بتكفير معاوية والتي نقلها الحماني نفسه. نحن نأخذ ما نقله ورواه دلويه ونترك رأيه وفتواه، ولهذا فإننا نأخذ فتوى الحماني بكفر معاوية الصحابي وموته على غير الإسلام، ونحتج بها على السلفية والسنة. قال ابن صدقة عن دلويه سمعت الحماني يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام. وقال أبو شيخ عن دلويه سمعت الحماني يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام، في تهذيب الكمال جزء 31 صفحة 429 للمزي. إذن قول دلويه كذب عدو الله يمثل رأي دلويه ووجهة نظره، ولا علاقة له بفتوى الحماني بتكفير معاوية والتي نقلها الحماني نفسه. نحن نأخذ ما نقله ورواه دلويه ونترك رأيه وفتواه، ولهذا فإننا نأخذ فتوى الحماني بكفر معاوية الصحابي وموته على غير الإسلام، ونحتج بها على السلفية والسنة. فتوى أولى وفتوى ثانية للحماني. قال ابن صدقة عن دلويه سمعت الحماني يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام. قال أبو شيخ عن دلويه سمعت الحماني يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام. إذن عندي فتوتان. قال ابن صدقة عن دلويه سمعت الحماني يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام، وعندي فتوى أخرى قال أبو شيخ عن دلويه سمعت الحماني يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام. إذن عندي فتوتان للحماني، واحدة يقول فيها مات معاوية على غير ملة الإسلام، وواحدة يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام. وبكفر معاوية الصحابي معاوية خال المؤمنين الطليق الصعلوك الصحابي الكافر بحسب فتاوى مشايخهم. وبكفر معاوية الصحابي نثبت بطلان عدالة الصحابة التي بنى عليها السلفية والسنة دينهم وعقائدهم. وبكفر معاوية الصحابي نثبت بطلان عدالة الصحابة التي بنى عليها السلفية والسنة دينهم وعقائدهم.
وبهذا يبطل دين السنة والسلفية وتبطل عقائدهم المبنية على عدالة الصحابة. المسألة واضحة. وبكفر معاوية الصحابي نثبت بطلان عدالة الصحابة التي بنى عليها السلفية والسنة دينهم وعقائدهم، وبهذا يبطل دين السنة والسلفية وتبطل عقائدهم المبنية على عدالة الصحابة.